يكونش قصدك؟ هي دي انا بقى نويت اناكفهم. هو يعني ويكليكس احسن مني؟ كلام ايه اللي بتقوله ده يا ناصر؟ انت عايز توديني جوانتانامو؟ انت اللي هتكشف اسراره يا عم تسوقي. العالم كله مستني يعرف ايه اللي بيحصل في المكان ده. يا طب ما تروح انت يا اخويا، انا جتتي مش مستحمله. انت خايف من ايه بس يا عم تسوقي؟ شوف، احنا هنعمل لك شريط فيديو بنحكي فيه عن اسهاماتك في مجال الارهاب الدولي، وتعلن مسؤوليتك عن كل العمليات اللي تمت في الفترة الأخيرة. ده انت عايز تمحيني بقى من على وش الدنيا. بالعكس بقى، الإرهابيين الكبار بيتعاملوا معاملة خصوصي، مش زي الإرهاب الفريلانسر اللي مش عضو نقابة. طب ولما يمسكوني ويودوني جوانتانامو دي انا هعمل ايه هناك؟ هتصور كل اللي هتشوفه، وبعدها بيومين هطلع انا بدليل براءتك، وتخرج من هناك تديني اللي صورته، اخده انا بقى اعمل به ضجة في العالم كله، وابقى اول سفير نوايا حسنة يعمل شغل من النظيف ده. ده انت على كده بقى عايز تتصيط على جفايا. بالعكس بقى، ده انت اللي هتتصيط على جفايا. يعني انت احسن لك تبقى عم تسوقي الفلاح المغمور ولا عم تسوقي الارهاب المشهور؟ لا يا سيدي، انا عايز ابقى عم تسوقي الفلاح المشهور. ما اختلفناش، انا هلبسك كام قضية ارهاب ريفي تخليك عم تسوقي الارهابي الفلاح المشهور. قلت ايه؟ السكوت على الرضا، توكلنا على الله. وانا من شذل جهاز اعترف باني زعيم اكبر تنظيم ارهابي.